انا رجعت. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الخروجه كانت حلوه. ايه ده؟ هي مش هتزعقلي؟ انا متاخر على ميعادي ساعه ونص، دي حاجه غريبه قوي. السلام عليكم. بص كده في ايدك الساعه كام؟ ما انت اصلك مش محترم ولا متربي. الانسان المهزأ بس هو اللي يدخل بيته في ساعه زي دي. واوعى تكون فاكر نفسك كبرت على العلق والتهزيق. هو ايه الظلم ده؟ مش امبارح انا راجع في نفس الميعاد وما قريتليش اي حاجه؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه خالص في البيت ده. المشهدين اللي فاتوا بيختصروا ليه المراهق بيكرر نفس السلوك الغلط كل مرة، بل بالعكس كل مرة بيعند عن المرة اللي قبلها. احنا كمربيين مش بنفرق لولادنا بين العقاب والعواقب. العقاب زي المشهدين اللي فاتوا بالظبط بيكون مفاجئ. المراهق مش بيكون عنده اي علم هو انا ايه اللي هيحصل فيا لو عملت السلوك دوت. ان احنا ما اتكلمناش مع اولادنا بمنتهى الوضوح من بدري جدا ايه هي قوانين البيت، ايه السلوكيات اللي مسموح بيها والسلوكيات اللي مرفوضة. تاني حاجة، العقاب بيكون غير ثابت. زي ما شفنا في المشهدين، المرة الأولانية الأم كان مزاجها رايق، طنشت لما ابنها رجع متأخر. المشهد اللي بعديها مزاجها ما كانش رايق، وقمت الدنيا حريقة وجابت عليها وطيها. المراهق شايف العقاب غير ثابت وكل ساعة بحال. ليه حق بقى يستخف بكلام الكبار وما يستعنيوش قوي. العقاب بيكون فيه عنف، تطاول، ضرب، شتيمة. الأهم من كده إن العقاب ما بيكونش ليه أي علاقة خالص بالسلوك الغلط اللي ولادنا عملوه. في المشهد اللي احنا شفناه، الولد لما اتأخر عن ميعاده مامته قالت له واوعى تكون فاكر نفسك كبرت على العلق والتهزيق. هو ايه علاقة الضرب والتهزيق بان ابنك يتعلم ان هو يحترم المواعيد ويجي في ميعاده؟ واحنا كده بنهين ولادنا وبس. نيجي بقى للعواقب. الاهل فيها من بدري قوي بيقعدوا مع اولادهم بيناقشوا قوانين البيت، ايه السلوكيات المقبولة والسلوكيات المرفوضة، حددوا نتيجة كل سلوك غلط علشان المراهق يكون عارفه كويس قوي قبل ما يفكر يعمل السلوك الغلط. تاني حاجة، العواقب بتكون ثابته تحت اي ظرف، ما فيهاش استثناءات. مالناش دعوه بقى اصل احنا خارجين بره مش عايزين ننكد عليهم النهارده، اصل احنا في المصيف. العواقب لازم تكون مرتبطه ارتباط مباشر بالسلوك الغلط اللي الولاد عملوه. في المثل اللي ضربناه، ولد اللي رجع متأخر عن ميعاده، لازم نكون حاطين قانون واضح هو يكون عارفه من الأول، ان انت لو اتأخرت عن ميعادك المرة الجاية اللي هتيجي تخرج فيها بدل ما بترجع 10 هترجع 9، المرة اللي بعدها هترجع 8، المرة اللي بعدها مفيش خروج لحد لما تحترم المواعيد اللي احنا متفقين عليها. وعشان ربطنا السلوك بالعاقبة هيتعلم الدرس. العواقب تطبيقها بيحتاج هدوء وطولة بال، تحتاج وقت طويل لحد لما الولاد يهضموا كويس قوي قوانين البيت، هيبطلوا جدال ووجع قلب ومنهدة. موضوع سهل؟ لا، بس في النهاية احنا هدفنا نربي إنسان سوي بيحترم نفسه ويحترم الآخرين، عارف حدوده كويس قوي، عارف ايه حقوقه وايه واجباته، تحمل مسؤولية أفعاله وأخطائه وسلوكياته، فعمره ما هيعيش دور الضحية في يوم من الأيام.